من النمسا متجهين لكرواتيا ريكا، ودا نشوف هسه انه لازم ندفع رسوم من الطريق همينة، فانتبهوا لهالشغلات. وهذا هو الموقع هسه كتبه. طبعا وصلنا بالليل والطريق كان جدا مظلم، واحنا بكرواتيا سكننا ببوت او يسموه بوتيل، يعني هي مثل فندق بس بباخرة. بقينا بيها ليلتين، وطبعا هاي اول مرة نسكن بهيجي نوع من السكن، بس كان حلو، فكرة جديدة. اللي ما حلو كان انه الغرفة ما بيها شباك، واحنا ابد ما نحب هيجي لانه يصير خنقة، بس كنا كلش تعبانين فنمنا ما حسينا. المهم قعدنا الصبح وقلنا خلينا نكتشف المكان وشنو اكو حول البوت وبعدين نروح ناكل. أنا كلش أحب هذا الشعور من أوصل مكان بالليل يكون إلا شعور معين والصبح غير شيء. منو منكم يعرف هالشعور؟ كلش حلو. فهنا الصبح شوية صورت لكم إياها من الداخل، شوفوا. ريقنا وشربنا قهوتنا وبعدين قلنا لازم نطلع. بس أول شي شوفوا الأطلال برا وإحنا وبعدنا بالبوت. هذا السكن أو البوت مرتنا من بعيد. المهم بعدين رحنا لهذا البحر المكتوب اسمه فوق. هو من أحلى البحار الموجودة بريكا، شوفوا ألوانه قد حلوة. فقعدنا هناك لعبنا تشمسنا وبس ارتاحينا. وراها جعنا وقلنا لازم ناكل سمك. تعرفون من انتو برا وجدتوا بمكان على المي سمك ماكو غير شي لازم. وسلام قاعد هنا دا يفلس بالسردينات مالته، بس كلش طيب كان السمك عنده. بعدين رجعنا للبوت مالتنا، سبحنا وترتبنا وصار لازم نكتشف الأماكن المشهورة بهالمنطقة بريكا. هنا أنا دا أصور ومندهشة بالبيوت لأنه هواية شبهتها بالبناء مال الأردن، حسيتها هواية كرواتية تشبه الأردن أو هاي المنطقة اللي إحنا رحنا لها ريكا. بعدين وصلنا للمكان اللي دا نروح له. هاي القلعة مبنية فوق تل عالي يطل على المدينة والبحر، وكانت قبل موقع استراتيجي مهم من أيام الرومان وحتى قبلهم. والمكان كانوا يقولون إنه هو مثل حصن قديم من زمن هواية بعيد، وبعدين الرومان استخدموه حتى يراقبون الطرق التجارية المهمة. بس القلعة الحالية فانبنت بالقرن 13 على إيد عائلة مهمة، وكانت تحمي المنطقة من الهجمات. ويا مرور الوقت القلعة تعرضت للدمار بسبب الحروب وحتى زلزال قوي سنة 1750 هيجي شي. بعدين بالقرن 19 رجعوا رمموها. وأكيد لازم نسوي جلسة تصوير. هنا بدلت المكان لأن تعرفون عندنا جهات احنا معينة لازم نتصور بيها. تونسنا هواية بهاليوم. وبعدين رحنا على قلعة ثانية قريبة، وشوفوا الرعب اللي صار بينا، نسرق. دخلنا القلعة واجا واحد قفل الباب، حكيته ما حكيته عمل لي اشار اللي هيك ما فهمت عليه ولا شيء. ما بعرف، تخيلي هذا هلا قفل علينا ويقعد بالليل ينبسط يصطادنا بين الشجر هون والله. It's closed. Are they here? You are yes. No, it's closed. We'll get out. Hey. Hello. How we can get out? How
How we can get out? It's closed. Over there. خلينا نتفرج يا خوفي. بيكلف $50 مش راس. كمان تكلف 10 عبيد دولار. بعدين ورا القلعة جعنا هواية بس ما لقينا محل مرتب أو عنده أكل طيب، فرحنا على أقرب محل شفناه بالطريق وأكلنا بس هيجي لفات، ووراها رجعنا للسكن مالتنا. ثاني يوم الصبح تريقنا وأخذنا غراضنا وودعنا المكان، وصار وقت نتجه للمكان اللي بعده. بس قبل ما نقعد في السيارة نظفنا الثلاجة مالتنا ورتبنا السيارة ونظفناها ورتبنا الأغراض وانطلقنا. هنا كنت مستمتعة بريحة البنزين كل شحبها بس فزيت. خلصت رحلتنا بكرواتيا، انتظروا الفيديو الثاني بالبندقية، وأخليكم هسه ويا لقطات ومعلومات عن السكن اللي كنا بيه احنا. لا تنسون تتابعون القناة حتى توصلكم الفيديوهات الجاية. شكرا على المتابعة، باي باي.